السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. كل سنة وانتم طيبين ورمضان قرب يخلص، يعني إن شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. وبشكركم جدا على متابعتكم للقناة والفيديوهات، وأتمنى يا رب الفيديوهات تنتشر أكتر من كده، يعني البركة في الله ثم فيكم بإذن الله. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة بسرعة كده طبعا، لأن الوقت في رمضان بيبقى سريع جدا. انت دلوقتي لما بتيجي تنظف ترمبة الزنبلك زي ما انت شايف كده، حطيناها في البنزين الابيض، مهمة جدا، وممكن تاخدها دورة بعد كده لو عايز في الالترا ساوند. سهل جدا، بس هنختصر كده لانها سهلة بإذن الله. في حاجة مهمة جدا يا جماعة لازم نعرفها، مهمة جدا. لازم ابص على الزنبلك دوت، لازم اشوفه، لازم يبقى مستقيم، ما يبقاش من هنا عالي ومن هنا داخل لجوه زي ما انت شايف. طبعا ده زي ما انت شايف اهو، طبعا من هنا واضح قوي ان هو طالع لبره ومن هنا داخل. ليه؟ لان ده لما هتحطه في الكيس بتاعته او في البرميل بتاعه هيبقى عالي. لو انحط كده اهو زي ما انت شايف، هيبقى من هنا عالي ومن هنا واطي، او بالعكس لو كان الاتجاه الناحيه التانيه. لازم نبقى عارفين الاتجاه ازاي. هيبقى كده، هيبقى من تحت واطي ومن هنا عالي، فبيجي ده يحك في الايه، في الغطا. واديك شايف في اثر اهو الغطا من جوه اهو، زي ما انت شايف في اثر هنا الاحتكاك. فده بيخلي الايه، ان لما تيجي تملى الساعه لما تيجي تنزل الطاقة اللي فيها في ترمبة الزنبلك، خلاص انت قفلت، يعني مليت الساعة بالكامل وشديت المفتاح بتاعها للآخر وخلاص اتملت جامد جدا. بس هي بقى بتفرغ الشحنة اللي فيها وبتفرغ الملو اللي فيها. هتيجي تقوم واقفة بعد مثلا 4 ساعات، بعد 5 ساعات، بعد 6 ساعات، بعد ساعتين، نتيجة احتكاك الزنبلك دوت بظهر الغطا بتاع ترمبة الزنبلك. عشان كده لازم يتعدل، لازم تاخد بالك قوي منه اهو. شوف كده انت زي ما انت شايف انت ملاحظ ايه اهو. هنوقفه كده، ملاحظ ايه، من هنا عالي ومن هنا داخل لجوه. يبقى ده لما يتحط قلنا حاجه نعمل ايه، نمسكه اهو كده الاتجاه التاني زي ما احنا شايفين، يبقى من هنا طالع لبره ومن هنا داخل. طب نعمل ايه، بنمسكه اهو كده من هنا، بنيجي نشد الطرف اللي جوه ده خالص اهو ده، ونعمله ايه، نشده كده كأنك بتشد حاجة بتطلعها عشان تبقى ايه، ترجع طبيعي. ونوقف ونشوف يعني في تحسن شوية، في تحسن شوية. طيب ندخل جوه شوية اهو كده، نمسك من جوه هنا تاني، بس نبقى ماسكين جامد جدا ونشد دي. طيب شدها تاني ونرجعها تاني. تحسن برضو لسه شوية، بس لسه شوية، على مهلك خالص، خد وقتك. احسن دلوقتي. نمسك بقى من جوه قوي كده ونشوف. لازم تمسك طرف واحد يا جماعة، متمسكش كذا طرف. اهو بص دلوقتي بقى كده هنلاقيه احسن كتير، بس لسه برضه شوية الصبر يا جماعة. نمسك من قريب شوية، كل ما نقرب ناخد بالنا.
بص بقى كده بقى ايه اهو. بص بقى المنظر ايه، احسن كتير خالص. بس نوقفه. خد وقتك يا جماعة بحيث تبقى كل حاجة ماشية مظبوطة. لما نحطه بقى على سطح مستوي كده نشوف، هنلاقي كله بقى مستوي على السطح ما عدا الحتة اللي جوه اللي انت شايفها دي. امسكها بقى من جوه زي ما انت شايف اهو، امسكها من هنا، ندخلها كويس ونشد الحتة اللي فاضلة اللي جوه دي. تحسن كبير أوي أوي. ممكن ناخد من الناحية التانية. ممكن نعمل بالعكس زي ما انت شايف اهو، هنعمل حاجة تانية، نعمل كده، نجيب ده بالعكس كده. لغاية لما يتعدل. خد وقتك خالص. نشد تاني كده. كده زي ما انت شايف بقى ايه، مستوي خالص اهو. نحطه هنا على ديت خلاص، تلاقي بقى كله مستوي حاجة واحدة. فدي مهمة جدا يا جماعة. يبقى احنا بنشد اهو زي ما انت كده طالع الناحية دي، يبقى تشد الناحية التانية، طالع الناحية ديت يبقى تشد الناحية التانية، عكس الاتجاه اللي هو طالع فيه زي ما شفت كده. وده بنعمله كمان برضو دايما في الشعر بتاعت البالانس. حبيت اوريكم ديت، وملاحظة مهمة جدا. هوريكم فيديو تاني ازاي ان شاء الله نقفل ترومبة الزمبلك ديت، وازاي نحط الزمبلك فيها بسهولة، وازاي نزيته، وازاي نعمل حاجة. تحياتي لكم، اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.